يا رب تكونوا بخير. انا لوما ودي قناتي، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومتنسوش تصلوا على النبي. والنهارده انا هعمل برجر فراخ فروم. هقطعهم، هم اكتر من النص كيلو شويه، هقطعهم قطع واحطهم في الكبه وافرمهم، واتاكد ان هم اتفرموا كبار، ومعلقه كبيره نشا، ومعلقه كبيره بهارات فراخ، ونص معلقه صغيره توم بودره وبصل بودره وملح، معلقه صغيره ملح، ونص معلقه فلفل اسود، ومعلقه صغيره بهارات مشكله. خلاص فرمت الفراخ لوحدها، وهنزل عليها دلوقتي بالبقسماط ومعلقه النشا الكبيره. هو فلفل اسود وبهارات فراخ وسبع بهارات ومعلقه ملح صغيره وتوم بودره وبصل بودره ونص معلقه فلفل اسود صغيره. هضربهم كويس كده. خلاص انا فرمتهم. ممكن تشيلي النشا وتحطي مكانها بطاطساية مسلوقة او بطاطستين مسلوقين على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، وده بيزود معاكي الكمية وبيدي طعم. بس انا حبيت ان انا اعملها فراخ طبيعية من غير اي حاجة تانية يعني. برجر وحطيت فيه كيس وبدأت اشكل العجينة كورة بايدي، وبعد كده هحطها هنا. بس انا بعد كده مش هعمل اتنين بس بالمكبس البرجر، والباقي هعمله بايدي، هشكله بايدي عادي، وهتشوفيه معايا في الفيديو. وبس. فانتي عايزة تشكلي بغطا برطمان ماشي، عندك مكبس البرجر ماشي، عايزة تشكليه بايدك زي ما تحبي عادي. هنا كنت خلصت البرجر كله وحطيته اتشمع نص ساعة في التلاجة في الفريزر، وبعد كده طلعته. كان معايا بيضاية حطيت عليها حبة فلفل اسمر وقلبتها، وحطيت معايا حبة دقيق، ومعايا اللي هو خلطة الكريسبي دي بشتريها من عند العطار، وبديها فرمة في الكبة عشان بتبقى خشنة. وبعدين بنزله في البيض والدقيق واحطه في البيض واحطه في خلطة الكريسبي، واسيبه ساعة او نص ساعة يتشمع في الفريزر تاني بالخلطة. وانتي بتعملي الخلطة عشان ما يفكش منك البانيه او البرجر، اضغطي قوي بايدك عليه كده كويس عشان ما يفكش منك والقشرة ما تفكش من بعضها يعني. هنخلص كل البرجر ونحطه في الفريزر يتشمع بنفس الطريقة كده كله بقى. والصدرين الفراخ اللي هم اكتر من النص كيلو شوية عملوا معايا 8 سندوتشات برجر. كويسين يعني، مليانين، مش مثلا سندوتش فاضي، لا مليان.
بكرمل بصل عشان اعمل عشان السندوتشات. لو بتحب البصل المكرمل، قطعت البصل جوليان وحطيت عليه معلقتين زيت كده وقلبته لحد ما بدأ يدخل في اللون المصفر شوية كده. بعد كده حطيت عليه شوية سكر صغيرة، يعني نص معلقة كبيرة كده سكر، وسبتهم دقيقتين مع بعض، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار مية بس دقيقتين اتنين. اول ما نشف رحت حطه في الطبق. ولو انت عايزة تحط عليه باربيكيو بعد ما تطلعيه بيدي طعم حلو قوي. كنت حطيت عليه السكر وهحط عليه المية، حطيت المية اهو. بس اول ما نشف هتلاقيني حطيته في طبق كده. خلاص كده هو كده خلص، بس انا محبتش احط عليه باربيكيو المرة دي يعني. بيضتين مخللين وبشرتهم بالمبشرة عشان اعمل الخلطة اللي هي بتتحط في السندوتشات، اللي هي بتاعة الماك، بتاعة السندوتشات البرجر وكده يعني. دول كيسين مايونيز كبار، وحطيت حوالي 7 اكياس كاتشب وقلبتهم مع بعض كويس. حطي المستردة برضو معاها بيدي طعم حلو قوي، بس انا ما كانش عندي فاكتفيت باللي موجود عندي وحطيت كده يعني. مش الحاجة اللي مش موجودة وتقدري تستغني عنها عادي، بتمشي الدنيا يعني. العيش الكايزر على الجريل، وكنت مقطعه الكابوتشا وغسلها كويس قوي بميه بخل، عشان وغسلها ورقه ورقه عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. وهعمل سندوتشات معاكم دلوقتي. ده شكله بعد ما اتحمص من غير زبده ولا من غير زيت ومن غير اي حاجه خالص. حطيته على الجريل بس اخد لون كده وخلاص. انا كنت عاملاه تحت اللي هو الكاتشب والمايونيز والخيار المخلل، وحطيت واحدة برجر وفوقها الخس والبصل المكرمل. بس انا مش هعمل كله ببصل مكرمل عشان في ناس بتحب البصل وناس مش بتحب البصل يعني. بس لو انت عايزه بقى تزودي كاتشب مايونيز اي صوص انت بتحبيه ده براحتك انت. بس كده. انا شيدر، شرايح جبنه، اي نوع جبنه انت بتحبيه ده برضو تقدري تحطيه. انا ما كانش عندي فانا ما حطيتش، اكتفيت بالموجود عندي برضو. والسندوتش كان طعمه حلو قوي من غير اي حاجه. جنبه بطاطس مقطعها كده بالقطاعه دي وبس كده. وده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير.